يا اهلا وسهلا بالحلوين اللي وحشوني قد الدنيا. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عارفه ان انتوا دلوقتي سامعين خروشه كتير، بس بسلك ده وقلت عادي هطلع اسلكوا معاكم علشان مش لازم كل مره كل حاجه تبقى مثاليه كده وخطيره ومنمقه. عادي يعني، انتوا اهلي وحبايبي. اهو سلكنا حته حلوه. يا رب تكونوا سامعيني. المهم انتوا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده كان المفروض من الفيديوهات او كان ينزل ستوريهات على الانستجرام، لانه من كام يوم كده قلت لكم يا ولاد ابقوا فكروني احكي لكم عن حاجه فيها شفت فيها عوض ربنا قوي 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 بعد صبر كبير. والحاجه دي حصلت لي من فتره طويله، بس يمكن ما افتكرتهاش دلوقتي، لان انا بحس ان دلوقتي البني ادم كلنا محتاجين نفكر نفسنا بحاجات حلوه حصلت لنا في حياتنا. دايما بقول لنفسي ان لولا احساسنا بوجود ربنا في حياتنا والله كنا هنهلك. يعني ان البني ادم يبقى طول الوقت حاسس ان ربنا معاه في الحلو وفي الوحش، في الوحش هيعوضه وفي الحلو هيبقى مخليكي مبسوطه وراضيه وسعيده. فبحس ان احنا بجد من غير احساسنا بوجود ربنا في حياتنا هنهلك لو اتسابنا لنفسنا. فالمهم انا كان المفروض ان انا اطلع احكي بقى معاكم في الاستوريات، قلت لا هطلع اتكلم معاكم هنا على اليوتيوب عشان في ناس كتير مش عندي على الانستجرام. بما ان الكلام ده انا حاسه ان شاء الله ان يكون في امل لاي شخص فقد الامل، ونضم هذا الفيديو لقائمه فيديوهات امل لمن فقد الامل، اللي ما عملتش منها غير فيديو واحد السنه اللي فاتت. انتوا متخيلين؟ والله انا بحس ان في حاجات كتير في حياتي لو استمريت فيها هتبقى حلوه وهبقى ناجحه اكتر، بس انا بحس ان انا مبسوطه كده. يعني انا بحس ان الحياه اولويات، ففي اوقات كتير حاجات بتيجي على حاجات. المهم ان البني ادم يبقى طول الوقت عايش مبسوط ومطمن انه مفيش حاجه هتفوته، كل حاجه ربنا هيديها لنا في الوقت المناسب. بس يعني ده احساسي طول الوقت. ده طبعا ما يلغيش حته السعي، بس ان انا اسعى براحتي احسن بكتير من ان انا ابقى طول الوقت متسربعه على الحياه. مهم يعني مش عارفه، حاسه ان انا كل ما ابص لنفسي احس ان انا مديره بنك. لا لا لا، مش موظفه، مديره بنك. ايه اللي حصل بقى يا بنتي يا توشو؟ اللي حصل ان احنا من فتره طويله جدا كان في حاجه كده انا كنت بتمناها انا وجوزي. الحاجه دي مش مثلا بنتمناها بقالنا سنه او سنتين او 3 او 4 او 5، كتير سنين كتير، وعارفين ان الحاجه دي لما نوصل في يوم ونحقق الحاجه دي او ربنا يرزقنا ونعرف نجيب الحاجه دي، حياتنا هتفرق كتير جدا في حياتنا. مش هقول لكم حياتنا هتتغير 180 درجه، بس هتفرق كتير جدا جدا في حياتنا. فالمهم فضلنا سنين كتير انا بتمنى الحاجه دي وبدعي ربنا بيها ويا ربنا يرزقنا بيها والجو ده. وبعد كده ربنا الحمد لله ادانا فلوس، والفلوس دي كانت المفروض هتجيب لنا حاجه، مش الحاجه اللي احنا بنحلم بيها بس حاجه مرضيه جدا، يعني حاجه كويسه جدا برضو بتمن الفلوس دي. قعدنا شهر و2 و3 و4 شهور كتير، حوالي 5 شهور احنا بندور على الحاجه دي، قلبين الدنيا عليها وبندور عليها بقى خلاص احنا معانا الفلوس واحنا عارفين ان احنا قد ايه. انا قلت في الفيديو ده يا بنتي يا توش حاولي تحافظي على خصوصياتك، بس انا وجوزي يا جماعه يا معانا فلوس بنصرفها، هو كده. فيا ربي عايزين نلحق نجيب الحاجه قبل ما ايدينا تيجي على الفلوس. فبعدين قعدنا ندور بقى كتير، وما تقولوش بقى هي متقفله بقفال، والله العظيم حرفيا متقفله بقفال الدنيا والاخره. مفيش توفيق في الحاجه دي، يعني سبحان الله ساعات بتتجمع الاسباب، بس لولا توفيق ربنا هي الحاجه دي خلاص ما بتمشيش. وبعدين جيت بعدها على طول انا تعبت في فتره كده، قعدت تعبانه حوالي 3 شهور. الفتره اللي كنت تعبانه فيها اللي كان طالع فيها كيس دهني، وعلى فكره هو كيس الدهني لسه زي ما هو، بس انا عامله نفسي مش شايفاه طالما ما بيوجعنيش، فربنا يشفيني يا رب. المهم في الفتره دي بقى علشان سناني كانت فيها حاجات كتير، غلطات كتير بسبب الدكتوره لما حكيت لكم قبل كده، والدكتوره واللي عملته. فعلشان اصحح الاخطاء دي احنا صرفنا فلوس كتيره جدا 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 على اسناني، فالفلوس دي قلت مبلغ وقدره. فبالتالي المبلغ ده يعني الحاجه اللي كنا راضيين بيها وحسينا ان احنا بقينا معانا المبلغ اللي هيجيب لنا الحاجه دي تبقى مرضيه بالنسبه لنا، خلاص المبلغ ده قل. فعلشان نجيب حاجه مش هنبقى راضيين بيها خالص، يعني مش هتبقى، يعني هتبقى اقل بكتير من اللي احنا راضيين بيه، وهنقعد بقى نصرف عليها. فحسينا يعني انا لما قعدت اتكلمت مع جوزي قلت له احنا كده بنرمي الفلوس دي في الارض، فاحنا احسن نصرفها يعني، او نجيب بيها حاجه، بس مش هنجيب بيها الحاجه اللي احنا مش مقتنعين بيها. وطول الوقت ده وطول الشهور دي وطول الايام دي انا جوايا حاجه بتقولي ما ترضيش باللي انت مش مقتنعه بيه. طالما مش مقتنعه بالحاجه ما ترضيش بيها، واستني ربنا هيديك الحاجه
اللي انت بتحلمي بيها. والله العظيم والله ان انا طول الوقت عندي يقين ان انا في يوم من الايام هيبقى عندي الحاجه اللي انا عايزاها من البدايه خالص، مش اللي انا كنت راضيه بيها وكويسه، لا اللي انا كنت عايزاها من البدايه خالص، من قبل حتى ما يتوفر معانا المبلغ ده. وبعدين قعدنا مثلا حوالي شهر وبرده كنا بنصرف من الفلوس دي، فكل شويه الفلوس دي عماله تقل. بعد كده جوزي رجعت الموضوع طلع في دماغه تاني وقعد يدور تاني، ففي يوم لقى حاجه كويسه ومرضيه زي اللي كنا بندور عليه من البدايه خالص، وبالفلوس اللي معانا، مش عارفين ازاي، بس هي على قد الفلوس اللي معانا بالظبط بعد ما قلت، وبرده الحاجه اللي احنا شايفينها هي مرضيه شكلا وموضعا كويسه. ففي اليوم بقى اللي جوزي كان هيروح يشوف فيها الحاجه دي، انا ليلتها بالليل صحيت قبل الفجر، وسبحان الله لما بحس ان حاجه كده بتيجي تصحيني قبل الفجر، هي كده بحس ان هي من عند ربنا، اللي هو قومي يا شيماء ما تناميش يا نوتي، وقومي صلي قيام ليل وادعي ربنا. وانا عندي يقين ومؤمنه قوي قوي بالوقت اللي قبل الفجر ده، انه بجد اي حد بيقوم يطلب من ربنا حاجه في الوقت ده بالذات مستحيل ربنا يكسفك، مستحيل 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 الحاجه دي ما تحصلش في حياتك، حتى لو اتاخرت عليكي شويه تاكدي ان هي اتاخرت عشان ربنا هيديها لك في الوقت المناسب. فانا قايمه كل ايمان ان بكره الموضوع ده هيتسهل، وربنا اكرمني الحمد لله ساعتها وقدرت اقرا سوره البقره. وكنت الاول مره في حياتي بقراها بنيه اللي هو يا رب ييسر لنا الامر ده، مع اني عمري ما عملت كده. انا دايما بقراها اللي هي اخذوها بركه، يعني ان هي بركه في حياتي، تبارك في حياتي وفي بيتي وفي عيالي، واخذوها بركه، مش بنيه ان انا عايزه الحاجه دي فاقعد اقرا سوره البقره عشان الحاجه دي تحصل. معرفش في ناس بتعمل كده، بس انا دايما ما بعملش كده، بقول كفايه ان هي سبب من الاسباب اللي ربنا وفقني ليها، ان هي تخليني عايشه طول الوقت مطمنه، مش حاسه ان فايتني حاجه، مش حاسه ان انا مسروعه ومتسربعه على الحياه وعماله بجري. كان في بنوته قالت لي بعد كده لما تبقى حاجه عملتيها وفرقت معاكي ما تقوليهاش لحد، بس ربنا يعلم بنيتي انا لما بقول لكم الحاجه دي، والحمد لله تعرفوا ان هي ممكن تبقى رياء امتى، لو انتوا قلتوا الحاجه وبعد كده ما عملتوهاش. الحمد لله انا بحس ان ربنا بيبارك لي في الوقت اللي بقراها وبيوفقني لقرايتها اكتر كل ما اقول لكم عليها، لان انا بحس ان انا عارفين بقولها لكم ازاي، بحس ان انا عايزه اخدكم بالحضن واقول لكم بجد لو حاسين بالخباطه في حياتكم، حاسين ان انتوا مش مطمنين، تعبانين، مرهقين، تعبانين من ضغوطات ومسؤوليات الحياه، اقروا سوره البقره. وكلمتكم عنها على فكره في اول فيديو قد ايه فرقت معايا من الوقت ده، وانا مستمره عليها الحمد لله. ايام بقطع على فكره، يعني في ايام ما بقراهاش، بكون مشغوله بحاجات تانية، بس هي في حياتي. يعني عايزه احضنك واقولك بجد اقري سوره البقره هتطمني. الضغوطات ما بتتغيرش وما بتتشالش وما بتنتهيش من الحياه، عشان احنا في دنيا، بس بتحسي ان كل حاجه بتاخد حجمها في عينك فبتطمني، ما بتبقيش عايشه بتجري حوالين نفسك وحاسه ان انت مش لاحقه الحياه. المهم هنرجع بقى لليوم ده تاني، وصليت الفجر وبعدها نمت على طول. الكلام ده كان قبل الفجر، بس انا يعني كل املي ساعتها يا رب ان شاء الله هتيسر لنا بكره والحاجه دي هتمشي، وان شاء الله هتمشي، لان هي الحاجه بتاعت بكره دي لو ما مشيتش خلاص هو كده نفقد الامل بقى خلاص، لان هنصرف الفلوس بقى وخلاص الموضوع هيتلغي، لان كل وقت الحاجه بتغلى فاحنا اكيد مش هنعرف نلحقها يعني. وطبعا طول اليوم بقى عماله اقول لجوزي لا خلاص هي النهارده، هي خلاص الحاجه دي هتحصل النهارده، وان شاء الله هي الحاجه اللي انت شفتها دي بتاعتنا وربنا هيوفقنا، خلاص هي بتاعتنا النهارده وهترجع تقولي كل حاجه تمام. لقيته بقى بيكلمني بعد ما راح شاف الحاجه دي، سمحتي ما تقوليش تاني قلبي مرتاح وهي بتاعتنا والكلام بتاعك ده، عشان دي طلعت اوحش حاجه شفتها في حياتي. طب بجد، وكنت في اليوم ده مصدومه، اللي هو خلاص بقى مش فقدت الامل، بس حصل لي احساس اللي هو خلاص بقى ربنا يعوضنا في الوقت المناسب، وربنا يرزقنا بالحاجه دي في الوقت المناسب، وربنا ان شاء الله هيرزقنا بالحاجه اللي بنتمناها، يعني ان شاء الله ما نفقدش الامل في ربنا، بس ملناش نصيب دلوقتي خالص، احنا سعينا وعملنا اللي علينا، بس خلاص هي ملناش نصيب وخلاص بقى الموضوع بقى انتهى تماما، مش تماما، الموضوع اتمسح باستيكه واتلغى خالص، وبدأنا نصرف في الفلوس اكتر. عدى بقى كام شهر، مش عارفه حوالي 6 شهور او 5 شهور، ونيجي بقى في يوم كان حد بيتكلم على انه جاب الحاجه دي بطريقه معينه
فعارفين لما تبقوا انتوا عارفين الحاجه او الحاجات دي قدامكم بس اصلا محدش لفت نظركم ليها او ما شفتوا، عارفين انتوا عارفينها بس مش عارفين، مش لاقيين حد يشجعكم عليها. حتى انا والله العظيم بحس ان انا لما بطلع اكلمكم عن اي حاجه تقربنا من ربنا بتبقى نيتي ان احنا نشجع بعض، مش ان احنا مين يعلي على التاني. كلنا متلصمين والله، وكلنا بنحاول نجتهد ان احنا نعدل من نفسنا للاحسن. بس فعارفين ان هو الحاجه دي كانت الطريقه دي قدامنا بس مش لاقيين حد يشجعنا عليها. ففي يوم كنا نازلين السوبر ماركت عادي رايحين نشتري الحاجات، وحتى انا كنت نازله مش معايا بطاقتي، عارفين اللي هو نازلين عادي يعني رايحين السوبر ماركت نشتري حاجات، وقلنا نعدي على المكان ده ناخد فكره يعني نشوف ايه النظام عندهم بيعملوا ايه علشان نعمل للحاجه دي او نعرف نجيبها، هناخد فكره. بس ان احنا يعني 90% مثلا هنجيب الحاجه، لا لا لا، احنا رايحين ناخد فكره بس. والله العظيم والله العظيم انه الحاجه في يومين كانت معانا، وما تسألونيش في يومين هي مشيت ازاي، لدرجة ان انا ما كنتش مستوعبة يعني انا هي ازاي مشيت مش عارفة، ازاي حصلت مش عارفة. يعني احنا اصلا لما بناخد قرار علشان نشوف حاجة او نعمل حاجة بناخدها براحتنا، يعني هنروح نشوف الحاجة دي براحتنا بقى. فتحس ان احنا في اليوم ده احنا رحنا اتكلمنا مع الشخص المسؤول عن الحاجه دي، هو قال خلاص انتوا بقى عندكم الحاجه دي خلاص ومش هتمشوا من هنا غير وانتوا عندكم الحاجه. هات بطاقتك، بطاقه جوزي كان باقي عليها حوالي 10 ايام وتنتهي، طب هاتي بطاقتك. قلت له مش عارفه معايا بطاقتي ولا لا، قعدت ادور عليها في الشنطه وشنطتي بقى مليانه مناديل وكراكيب وعماله ادور وافتح حساسات. الراجل بقى بيبص لنا انتوا جايين بتهزروا بجد؟ قلت له لا احنا جايين ناخد فكره وممكن نشتري بكره بعد بكره السنه الجايه، يعني براحتنا بقى، احنا جايين ناخد فكره يا جماعه، انتوا مش هتمشوا من هنا غير وانتوا عندكم الحاجه دي. انه ربنا يسخر لكم ناس تساعدكم او تسهل لكم الدنيا، دي بقى بتبقى تسهيل ربنا، العوض اللي بيجي لكم بعد صبر وبعد سعي. يعني انا بحس ان العوض بيجي لنا بعد صبر وبعد سعي. حاجه بقت معانا، انا عماله ابص الورق كده، هي الحاجه دي يعني ازاي؟ عارفين اللي هو والله انا ما كنتش مستوعبه، لدرجه ان انا كل اللي انا عملته قعدت في المكان بتاعي اللي عند الكنبه ده وقعدت ابص للسماء واقول بجد ان ربنا جميل، بجد ربنا جميل قوي. هي الفكره ان احنا ما بيبقاش عندنا صبر، هي دي المشكله، ان احنا ساعات ما بنصبرش، ما بنبقاش مؤمنين ان ربنا هيدينا العوض ده في الوقت المناسب لينا. الفتره اللي انا تعبت فيها وبقول لكم ان انا صرفت فلوس كتير، يعني صرفنا مبلغ كبير قوي فرق معانا ساعتها، الايام دي كانت صعبه عليا جدا جدا، يعني كانت لخبطه في حياتي ومش مستقره في البيت وعيالي متلخبطين وانا متلخبطه وانا انسانه بحب الاستقرار والوحده وبحب الهدوء، يعني اللي هو كل يوم انت عند الدكتور وبتعملي حاجات صعبة جدا، وكان الدكتور مضطر يشتغل لي في ايام معينة من غير بنج. مش هنسى اليوم ده كان الدكتور بيشتغل لي اصعب جلسة، لانه كان بينظف حاجات عصب من غير بنج، وكان عندي الالتهاب من كتر التنظيف ان انا كنت بروح له بشكل يومي، حصل لي التهاب وهو بيعمل، فانا كنت حاسه بالالم. عارفين لما حد يبقى عمال حاجه ملتهبه حد عمال يغزغزها بدبابيس، فانا كان الالم بيطلع من دماغي، واكيد مش هفضل اقول، يعني الدكتور قال لي معلش يا بنتي استحملي، واللي هو ايه يعني هيعمل لي ايه، هو عايز يشوف شغله، وانا اكيد مش هفضل كل شويه هوتره. قعدت بقى اللي هو رحت عامله ايدي كده وغمضت عيني، وعيني دي بقى عماله دموع بحر، وانا كل ما انا يعني حتى بفكركم بالحاجه دي ليه، علشان اقول لكم لما تكونوا بتتألموا من حاجه او بفتره صعبه بتمر بيها، اوعوا ما تدعوش ربنا في الوقت ده، اوعوا تحسوا بسخط على الحياه وتحسوا انه خلاص الدنيا، لا، في الوقت اللي في عز الوقت اللي بتتألموا فيه ألم نفسي أو جسدي، اوعوا تنسوا تدعوا ربنا. أنا مش هنسى الألم اللي كان حاصل لي في اليوم ده، وانا بقول لكم غمضت عيني وكان كل اللي بيدور في دماغي يا رب عوضني، يا رب عوضني خير في الاخره. يعني كان كل اللي في دماغي ساعتها انه عايزه العوض او الثواب في الاخره، يعني مش عايزاه في الدنيا. مش قادره اقول لكم، روحت طول الطريق انا دموعي عماله تنزل ومش عارفه هي بتنزل ليه، بس كل اللي انا عماله اقوله بقلبي وفي عقلي وفي تفكيري يا رب عوضني، يا رب عوضني. فاوعوا ما تدعوش ربنا
ابدا في اي وقت انتوا تبقوا تعبانين فيه. الوقت ده زي ما بقول لكم صرفنا فلوس كتير فرقت معانا في سعر الحاجه اللي كنا عايزين نجيبها. فعشان كده بقول لكم يوم ما جبت الحاجه دي، انا لو تكلموني في الوقت ده انا مصدومه، ما بتكلمش ولا باين عليا ان انا فرحانه ولا باين عليا ان انا زعلانه. انا كل اللي انا بعمله ان انا ساكته ومش مش مستوعبه انه عوض ربنا جميل. فاوعوا تيأسوا ابدا 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 من رحمه ربنا، اوعوا تفقدوا الامل في اي حاجه انتوا بتبقوا عايزين تعملوها. ربنا بيدينا كل حاجه، ربنا ليه معايير مختلفه خالص عن اللي احنا بنبقى بنفكر فيه. هي الفكره بس الصبر الجميل، ان الواحد يبقى عنده صبر. ان انا عايزه اعوض ربنا، عايزه ربنا يعوضني. والعوض ده بحس ان هو ما بيجيش غير بعد حاجتين، بعد الصبر الجميل والسعي، وانك تستعوضي ربنا وتفضلي تدعي له، وانه الحاجه اللي بتحصل لك الوحشه اللي بتمر بيها دي او اللي انت حاسه ان هي مستحيله، تخليها سبب ان هي يقربك من ربنا، مش سبب يبعدك عنه او تفقدي الامل. عارفين حاجه كمان من الحاجات اللي جت في دماغي دلوقتي، ودي دايما بحسها واكتشفتها قوي من تجاربي في الحياه ومواقف كتير قوي مريت بيها، ان الحاجه كل ما تكوني ميته عليها، ميته كده، كل ما الحاجه دي تبعد عنك. انا هموت من غير الحاجه دي، الحاجه دي لو ما حصلتليش هيحصل لي حاجه وتزعلي وتتقمصي ومش عارفه ايه، وتبقي هتموتي على الحاجه دي. الحاجه دي هتلاقيها بتبعد عنك، واحتمال ما تجيش ليكي عشان انت حاسه باهميتها في الحياه اكتر من حياتك نفسها. عارفين اللي هو انا عايشه مطمنه. يعني انا حتى في الوقت ده بقول لكم انا كان عندي والله العظيم مش عارفه الاحساس ده كان جاي لي من عند ربنا، وكل شويه حاجه تقول لي احنا هيبقى عندنا الحاجه اللي احنا كنا بنحلم بيها من الاساس، الحاجه الحلوه مش اللي راضيين بيها، بس هتجيلنا في الوقت المناسب وخلاص. يلا الحمد لله، يلا يا ابني خلينا نصرف الفلوس دي بسرعه، مش اللي هو لسه هنضيع وقت بقى في الزعل. لا خلاص، يلا الحمد لله ان شاء الله هتجيلنا في الوقت المناسب لينا. واستعوضت ربنا ساعتها، وسبحان الله كل حاجه بتستعوضي ربنا فيها وانت مطمنه وراضيه. هو ده بقى الصبر الجميل، انه انا خلاص الحمد لله الحاجه دي جت، انا هبقى كويسه ومبسوطه وسعيده وزي الفل. الحاجه دي ما جت، انا برضو هكون مطمنه انه ربنا في حياتي، وان شاء الله ربنا هيديها لي في الوقت المناسب ليا. فدي خدوها قاعده بجد، يعني لو ركزتوا كده مع نفسكم في كل حاجه تبقوا مستموتين عليها هتلاقوها صعبه وحياتك واقفه قاعده زعلانه كده لحد ما الحاجه دي تيجي قدامك، اللي هو موقفه حياتك على حاجه معينه او حاجه معينه تحصل في حياتك مش هتبقي مبسوطه غير بيها. صدقيني ساعات الحاجه دي بتحصل لو انتي مستموته عليها قوي، ساعات تتصدمي لما تحصل، تقولي يا دي كانت عكس توقعاتي خالص، انا كنت فاكره لما يكون عندي الحاجه دي هبقى متغيره او هتبسط اكتر او حياتي هتتغير اكتر. لا ساعات بتبقى عاديه. فهي الفكره ان انتي تبقي عايشه كده مبسوطه، الحاجه جت اهلا وسهلا، ما جتش اهلين وسهلين والحمد لله. فبتلاقوا بقى العوض مبهر. فما تستعجلوش على الحاجه، ساعات العوض على فكره بيجي بسرعه ما بيطولش، وساعات بيطول. هي الفكرة انه ربنا هيديها لنا في الوقت المناسب لينا احنا. من الحاجات التانية اللي انا حسيتها قوي من الدرس ده او الحاجة اللي حصلت لي دي، ساعات بحس انه ربنا بيبقى هو اكيد هيعوضك، ربنا مستحيل يكسفنا لو احنا متعشمين فيه في حاجة. احنا يعني سبحان الله لو احنا بني ادم عادي وتعشمنا فيه في حاجة قوي وقعدنا نطلبها منه، لو هو قادر يعمل لنا الحاجه دي مش هيكسفنا وهيعملها لنا، وبنبقى عارفين ان هو هيعمل كده لو احنا متعشمين فيه وعارفين ان هو عنده المقدره ان هو يعمل لنا الحاجه دي. فبجد ربنا خزائن ربنا بقى يعني ملهاش نهايه، فمستحيل مستحيل ما يعمل لناش الحاجه دي. هي الفكره ان هو بيديها لنا في وقتها المناسب لينا احنا، اللي احنا نكون فعلا اهل ان احنا يحصل لنا الحاجه دي في الوقت ده. كمان بحس من اللي اتعلمته، بحس ان ربنا كمان بيبقى يعني من جمال ربنا انه بيبقى عايز يدينا الثواب في الاخره وعايز يدينا الحاجه في الدنيا. فانتي هتشوفي الحاجه، هتشوفي عوض ربنا في حياتك، وهتشوفي ان شاء الله باذن الله في الاخره ثواب الصبر اللي انت صبرتيه. انا صبرت على الحاجه دي، كان نفسي فيها قوي بس صبرت عليها شويه، كان عندي اولويات، جيت على نفسي في الحاجه دي علشان اعمل الحاجه الاولويه، فمش مهم نفسي في الوقت ده. بس ربنا يعني دايما طول الوقت خليكم عندكم يقين ان ربنا هيعوضكم في يوم من الايام، وان عوض ربنا مهما تاخر هو هيجيلك مبهر، وهيجيلك بطريقه انت ما تتوقعهاش. يعني انت ممكن تبقي عايزه حاجه معينه بتفاصيل معينة وبطريقة معينة، بس هتلاقي ربنا بيديها لك بتفاصيل تانية خالص وبمعايير تانية خالص.
انتوا مش متخيلين لما تبقى اي حاجه صعبه بتحصل لكم في حياتكم وتتقبلوها كده وتقول الحمد لله الحمد لله، دي قد ايه جزائها عند ربنا. في الدنيا يعني في الدنيا بتبقي مرتاحه ومطمنه، وفي الاخره اكيد ثوابها كبير ان شاء الله، ربنا يدينا الثواب ده. فصبر وسعي، اسعي بجد يعني، ما تيأسيش، لانه لو انت صابره من غير سعي وخلاص فقدتي الامل، اسعي بقى في كل الاتجاهات. عارفين كل حاجه ربنا بيديها لنا في الوقت المناسب. انا ممكن ابقى بسعى طول الوقت الحاجه وعماله بشتغل في حاجه وحاطه فيها وقتي وحاطه فيها جهدي وحاطه فيها فلوسي وحاطه فيها حاجات كتير قوي وبسعى فيها طول الوقت، وربنا ما يكرمنيش فيها، بس ابص الاقي في ثانيه اجي اعمل حاجه تانية ربنا يكرمني فيها في لحظات او في ايام قليله قوي بطريقه انا اللي هو ايه ده، انا نتيجه سعي دي شفتها في الحاجه اللي انا بسعى فيها، شفتها في حاجه تانية انا برضو هشوفها. فالفكره انك ما تيأسيش، انك طول الوقت تفضلي تسعي حتى لو انت حاسه ان الحاجه دي ملهاش نتيجه، ربنا مش هيضيع تعبك ابدا ابدا في الحاجه دي، وهيديها لك بطريقه مبهره في حاجه تانية مبهره. ربنا يا رب يعوضكم خير ويرزقكم كل اللي بتتمنوه. انا يمكن في مواقف كتير بتحصل في حياتي، بس يعني حسيت ان انا الموقف ده اكتر موقف قريب لقلبي، وكل ما بفتكره بحس اللي هو بس يعني عشان كده حبيت احكيه لكم. يا رب اكون اديتكم شويه امل ان انتوا تسعوا تكملوا في حياتكم وتستعوضوا ربنا في كل حاجه بتمروا بيها وحشه. وصدقوني صدقوني صدقوني عمرنا ما بنكون متعشمين في ربنا في حاجه وربنا ما يكرمناش بيها او ما يديهاش لنا، واحسن كمان مما نتخيل. انا والله العظيم الحاجه اللي انا نسيت اقول لكم ان الحاجه اللي احنا جبناها دي الحاجه اللي انا كنت بتمناها، مش الحاجة اللي انا كنت راضية بيها، الحاجة اللي انا كنت بتمناها في البداية خالص، يعني مش الحاجة اللي انا رضيت بيها بقى وكنت ماشية نفسي بقى يلا هنجيبها على قد الفلوس اللي معانا، لا هي الحاجة اللي انا كنت بحلم بيها وكنا بنحلم بيها طول السنين اللي فاتت. بس هي دي الحكايه اللي انا كنت عايزه احكيها لكم. ربنا يعوضكم كل خير يا رب على اي حاجه انتوا بتمروا بيها، سواء الم نفسي او الم جسدي او محنه بتمروا بيها، ربنا يعوضكم كل خير. وقولوا لي لو بتحبوا نوعيات الفيديوهات دي ان شاء الله استمر فيها، شجعوني يعني ان انا استمر فيها باذن الله. وبس يا رب اكون اديتكم بصيص امل حتى لو صغير قد كده، ينور لكم حاجه في حياتكم او في طريقكم. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامه.